تبدأ قصتنا بفارس من حراس القصر وهو يشعر بالملل. فجأة يتحول إلى ذئب عملاق عينيه حمراء، وأي شخص يحاول الاقتراب منه يهاجمه ويقتله، حتى يهاجم الملك أيضا ولا يترك أحدا على قيد الحياة. في وسط كل هذا، كانت أميرة القصر واقفة تشاهد ما يحدث، وترى والدها يموت أمام عينيها، غير قادرة على التصرف. هذا هو العصر المقدس الجديد الذي تحاول الكنيسة حماية الناس فيه من الوحوش، لأنهم بدأوا يظهرون بأعداد كبيرة وبشكل غامض. في هذا الوقت، كانت مملكة هورتنسيا تعاني من حروب كثيرة، وقوات القصر لم تكن قادرة على حماية المملكة. لم يكونوا يعرفون كيف يتعاملون مع الوحوش أو مع هجمات الممالك المجاورة. في هذا الوقت، يظهر القائد فرناندو الذي يدافع عن القصر بكل قوته لحماية الملك، لكنه لا يعرف بعد أن الملك قد مات داخل القصر، حتى يأتيه حيوان يخبره أن الأميرة في خطر. يسرع فرناندو لإنقاذها، لكنه في الطريق يلتقي بشقيقه موريس ومعه القائد أديلهارد، فيقررون مساعدته. يقتحمون القصر للدفاع عن الأميرة، لكن فجأة تفتح بوابة لعالم آخر، وتخرج منها وحوش عملاقة لا يعرفون من أين أتت ولا من فتح لهم البوابة. تظهر هذه الوحوش في وقت صعب، إذ تهاجمهم الممالك الأخرى في نفس الوقت، مما يجعلهم غير قادرين على التعامل مع كل هذه التهديدات. يضطرون لترك أديلهارد ليواجه الوحوش وحده، بينما يدخل فرناندو وموريس للقصر لحماية الأميرة. يتفاجؤون بأن جميع من في القصر قد قتلوا، بما فيهم الملك، ولم يتبق سوى الأميرة ماريالا التي كانت تبكي على والدها. يحاول موريس حماية الأميرة وأخذها معه، لكن فجأة يظهر المستذئب ويهاجمهم. يدافع فرناندو عن شقيقه ويقررون مهاجمة المستذئب لقتله، لكن المستذئب كان أقوى منهم بكثير، ويتمكن من قتل فرناندو بضربة واحدة. بعد قليل، ننتقل إلى منزل عائلة فرناندو، حيث نرى ابنه الفريد يذاكر. عندما يلاحظ أن والده قادم من بعيد، ينزل لمقابلته، لكنه يكتشف أنه ليس والده فرناندو، بل عمه موريس الذي جاء ليخبره بأن شقيقه قد مات ويعطيه سيفه. ينهار الفريد بالبكاء على وفاة والده. في هذا الوقت، يعلم أحدهم أن المملكة تعاني من خيانة أحد حراس القصر، واسمه لأجد، الذي انشق عن القوات وشكل جيشه الخاص. بفضل معرفته الكاملة بالمملكة، تمكن من السيطرة على جزء كبير منها، ولم يكن أحد قادرا على الوقوف في وجهه. نتيجة لهذا، عاشت المملكة في عصر من الفوضى، وزادت الوحوش من الهجمات عليهم، مما جعلهم غير قادرين على محاربة الجميع في نفس الوقت. توقفت الحروب بين الممالك لبعض الوقت حتى يتمكنوا من السيطرة على الوحوش. بعد فترة، نرى الفريد وهو واقف أمام صورة والده، ونعلم أنه استلم حكم المدينة بصفته الوريث الشرعي، لكنه كان يعاني لأنه لم يشارك في حروب أو معارك من قبل. لذلك، قرر أن يتعلم المبارزة ويصبح الفارس الجديد ويليق بالحاكم. طلب من عمه موريس أن يعلمه ويقف بجانبه. في هذا الوقت، قرر موريس التنحي عن جميع مناصبه ليقف بجانبه ويحميه كما كان يفعل مع شقيقه من قبل. أثناء حديثهم، تدخل الخادمة وتخبرهم أن ماريوس قد اختفى. لم يكن أحد يعرف من هو ماريوس في ذلك الوقت، لكننا سنعرف لاحقا. يخبرهم موريس أنه كان يشعر بالتوتر في الفترة الأخيرة، ويطلب منهم تركه ليعود. ماريوس هو في الحقيقة الأميرة نفسها، التي غيرت اسمها وهويتها وحتى شكلها لكي لا تكون هدفا للأعداء، ولكي لا تكون مستضعفة لأنها فتاة. لم يكن الفريد يعلم أي شيء عن هذا. نكمل القصة ونرى ماريوس يتوجه نحو المقابر، وفي نفس الوقت يخرج الفريد للبحث عنه حتى يجده جالسا أمام المقبرة. يحاول تهدئته ويخبره أن عائلته دفنت هنا، حتى والده دفن معهم، ويحاول مواساته. يشرح له أنه مر بالكثير من المواقف الصعبة ولم يستسلم أو ينعزل، بل واجه كل شيء بشجاعة. عندما يسمع ماريوس كلامه، يتوقف عن البكاء ويقرر أن يكون قويا مثل الفريد، ويطلب منه أن يعلمه المبارزة ويصبح أقوى من السابق ليواجه خوفه. بعد فترة طويلة، يكبر ماريوس والفريد ويصبحان قريبين جدا من بعضهما البعض،
لكن حتى هذه اللحظة لم يكتشف الفريد حقيقة ماريوس أنها فتاة. كان يتعامل معها على أنها فتى عادي. نراهم يدخلون معركة جديدة ضد قوات مملكة كاميليا، وزعيمهم هو لأجد. عندما يصلون إلى مكان المعركة، يكتشفون أن جيشهم كله قد مات، ولا يوجد أحد من الجيش الآخر حولهم. يستغربون كيف تمكنت قوات كاميليا من القضاء على الجيش بهذه السرعة، لكن سرعان ما يجدون سهاما تأتيهم من كل اتجاه، فيضطرون للاختباء تحت تلة. هناك تظهر قوات كاميليا وتهاجمهم، لكن الفريد كان قويا بسبب الخبرة التي اكتسبها من المعارك السابقة، ومن أول ضربة يستطيع قتل أي جندي. كان أيضا يراقب ماريوس ويساعده على قتل الجنود لأنه كان لا يزال ضعيفا ولم يكن لديه خبرة كبيرة في الحرب. بعد أن يقتلون كل الجنود المحيطين بهم، فجأة يجدون أحد القادة يرمي سهاما عليهم. يكتشفون أنه قائد جيش كاميليا، المعروف بقوته الكبيرة وعدم رحمته لأحد. عندما يرى السيف الذي يحمله الفريد، يعرف على الفور أنه أصبح حاكم المدينة، لذا يريد قتله. لكن ماريوس يتدخل ويمنعه، ويقول للقائد إنه إذا أراد قتل الفريد، فعليه قتله أولا. يضحك القائد عليه ويطرحه أرضا، وكان على وشك قتله، لكن فجأة يرمي موريس سيفا على القائد، فيخاف ويهرب من المكان. بعد قليل، نرى ماريوس وهو يفيق من التعب ويكتب أنه لا يزال حيا بعد ما حدث. أما الفريد فكان جالسا أمام قبر والده، يتحدث ويتذكر ذكرياتهما معا عندما كان يسأله لماذا أصبح ملكا ويقتل الكثير من الناس. في ذلك الوقت، شرح له والده أنه يحمي الأشخاص الذين يحبهم، والأهم من ذلك كله هو عائلته لأنها أغلى ما يملك. في ذلك الوقت، وعد الفريد أن يصبح فارسا مثله، وكبر على حب الفروسية والحرب ليصبح قويا وشجاعا مثله. فجأة يظهر ماريوس ليطمئن عليه، ويخبره أنه سيظل بجانبه مهما حدث، وأنه يجب عليهما التعاون معا لاستعادة حقوق أهلهما والدفاع عن الأشخاص الذين يحبونهما. برغم كل البؤس الذي عانيا منه في حياتهما، تجمعا معا ليعيش عصرا جديدا ويحاول استعادة حقوق أهلهما الذين ماتوا، والانتقام من الأعداء والخائنين. لكن لم يكونوا يعرفون ما الذي ينتظرهم أمامهم، إذ عليهم مواجهة أقوى الجيوش والوحوش معا. هل سيتمكنون من التغلب عليهم؟ هذا ما سنعرفه معا. ينتقل الزمن إلى الحاضر حيث لأجد، قائد المملكة، جالسا وسط مملكته، واثقا أن مملكة هورتنسياه لن تهاجمهم، مما يتيح لهم الفرصة لتنظيم جيشهم وتقويته. يظهر قائد الجيش ويتحدث مع لأجد، ويخبره بأنه واجه الفريد ابن فرناندو، وهناك شيء غامض خلف هذا اللقاء، لكننا سنكتشفه لاحقا. لأجد يبدو سعيدا جدا بسماع هذا الخبر. نعود إلى اللحظة التي أنقذ فيها موريس الأميرة، وطلب منها أن تقص شعرها وتتنكر كولد ليخفي هويتها، وأطلق عليها اسم ماريوس لتعيش بهذا الاسم بقية حياتها. في الحاضر، نعلم أن الوحوش أصبحت تظهر فجأة، مما يثير الرعب بين الناس لأنهم لا يعرفون من أين تأتي هذه الوحوش أو من يخلقها، وهذا تسبب في مقتل الكثيرين. ننتقل إلى الفريد وموريس اللذين يواجهان بعض الوحوش، وينزلون فيها ضربا وقتلا حتى يقضوا عليها. لكن الفريد مصمم على أن يصبح أقوى، مستذكرا كيف هزمه قائد الجيش بسهولة، مما لا يليق بحاكم يهزم بهذه الطريقة. موريس يغير الموضوع ويسأل الفريد عن ماريوس، فيرد الفريد بأن قوته زادت بعد دخوله معارك وفوزه فيها، ولذلك كلفه بمهمة جديدة. ننتقل إلى ماريوس وهو يسير مع أخت الفريد، وخلال سيرهما تتوقف الأخت عند قبر معين وتحكي لنا عن حياتها القديمة، وأن لديها أختا أخرى كانت في نفس سنها تقريبا وكانت محبوبة من الفريد. في يوم ما، سقطت العربة التي كانت تركبها الأخت في البحر بسبب انهيار أرضي، ومنذ ذلك اليوم أصبحت الأخت تهتم بالفريد لتخفف عنه الحزن. بعد زيارتهم، يتوجهون إلى قرية قديمة، وهناك يقابلون طفلين يحكون لهم قصة عن وحش يظهر عندهم ويستطيع التشكل بأي هيئة يريدها. ماريوس يتذكر الذئب الذي قتل والده ويشك أنه نفس الوحش. يظهر الفريد وموريس، مما يزعج ماريوس لأنه يعتبر المهمة التي كلفه بها الفريد غير مهمة.
يهدئه الفريد ويشرح له أنها أقل ما يمكن أن يساعد به. يخرجون للتجوال في الغابة، وهناك يشعر ماريوس بالخوف من الذئاب. يسأل الفريد إن كان يكره الذئاب لأن أحدها قتل والده، فيرد الفريد بأن والده كان فارسا ولا يمكنه أن يحمل ضغينة لأي نوع من المخلوقات، لأن ذلك كان قدره. يتعجب ماريوس ويسأله ماذا سيفعل لو لم يكن الذئب هو الذي قتل والده، مما يثير استغراب الفريد. في المنزل، تكون أخت الفريد في حالة من القلق والدموع بعد اختفاء ابنها فجأة، وتظن أنه ذهب إلى الجبل. تقرر الذهاب للبحث عنه بنفسها. في الكهف، يكون الفريد وموريس وماريوس يقاتلون الوحوش. تظهر أخت الفريد داخل الكهف وتبدأ في البحث عن الطفل، لكنها تشعر بالخوف الشديد عندما ترى هياكل عظمية. تسمع صوت بكاء الطفل وتكتشف أنه ضائع في الكهف. تحاول أن تهدئه وتخبره أنها تعرف الطريق للخروج، لكنها تدرك أنها تاهت أيضا. تجد نفسها في مكان مظلم مليء بالوحوش، وتحاول الهروب. الفريد يظهر في اللحظة الأخيرة لينقذها ويقتل الوحوش، بفضل مشبك شعرها الذي استخدمه لتحديد مكانها. عندما يعودون إلى المنزل، يكون الفريد مستاء من أخته لأنها وضعت نفسها في خطر. ماريوس يستعيد ذكرياته ويحن إلى حياته القديمة، ويحلم باليوم الذي سيجد فيه من يهتم به مثل الفريد. الفريد يخرجها من أحلامها ويطلب منها التحرك بسبب الأحداث الفوضوية في المدينة. تقرر الدولة أن الكنيسة ستحكم البلاد وفقا لقوانين الديانة، وهذا الحل الوحيد لتهدئة الوضع. يستجيب الجميع للأوامر، ويذهب الفريد وموريس إلى الكنيسة للقاء جورج، الذي يقوم بأعمال الحاكم حتى يتم تعيين حاكم جديد. يخبرهم جورج بانتشار مرض خطير يحول الناس إلى زومبي، ويفرض حجرا صحيا على القرية التي ظهر فيها المرض لمنع انتشاره. يتعجب الفريد ويسأل جورج لماذا لم يرسل جنوده للتحقيق، لكن موريس يوضح أن جورج يريدهم أن يذهبوا بشكل سري. يعودون إلى المنزل ويأخذون ماريوس معهم إلى القرية. هناك يسمعون قصة قديمة عن ساحرة ألقت تعويذة على القرية وحولتها إلى مقبرة جثث. الكنيسة تسعى لقتل هذه الساحرة منذ ذلك الحين. عند وصولهم إلى القرية، يكون ماريوس قد جلب معه زهرة معينة أعطتها له أخت الفريد وأخبرته أنها تقدر على وقف تعويذات الساحرة وتساعد في إنقاذ الناس. فاستغربوا كيف يمكن لزهرة أن توقف تعويذة صعبة كهذه، لكن لم يمر وقت طويل حتى فوجئوا بهجوم الزومبي عليهم. حاول ماريوس استخدام الزهرة، لكنها لم تفعل شيئا، فاضطر الفريد للهجوم عليهم وقتلهم جميعا. فجأة، يظهر شاب آخر ويسألهم عن هويتهم، فيجيبونه بأنهم فرسان الكنيسة جاءوا لوقف الزومبي. يتعصب دفلو عليهم لأنه لا يحب الكنيسة، لكن موريس يوقفه ويعرفه أنه فارس مهما كان، ولا يجوز أن يهجم عليهم حتى لا يموت. يسأل الفريد دفلو عن سبب مخالفته لقواعد الكنيسة والمجيء للقرية، لكن دفلو يرفض الإجابة ويطلب منهم الابتعاد عن طريقه ويتركهم ويمشي. بعد رحيل دافلو، يبحثون عن شخص يتحدثون معه، لكنهم لا يجدون أحدا، فيقررون الذهاب إلى المقابر لعلهم يجدون أحدا هناك. عندما يصلون، يجدون دافلو جالسا أمام المقبرة. يستغربون ويسألونه إذا كان من أهل القرية، فيخبرهم أنه كان يعيش فيها سابقا لكنه تركها وعاد ليجدها مدمرة. يروي لهم دافلو قصة القس الذي كان يعيش في القرية وكيف كانت حياتها جيدة حتى تغيرت الأوضاع. يذكر موريس أنه كان موجودا في قرية أخرى وكان يقاتل الوحوش التي تخرج من بوابات سحرية حتى قتل العديد منهم. يذهبون إلى الكنيسة المهجورة ويكتشفون مذكرات القس الذي كان يعيش هناك. يجري دافلو ليقرأها ويكتشف كل ما حدث للقرية. يتبين أن دافلو هو ابن القس، وكان والده يأمل أن يصبح قسا مثله، لكنه رفض وغادر القرية. عندما صمم والده على تعليمه، قرر دافلو ترك القرية، لكنه الآن يندم على رحيله لأنه كان بإمكانه إنقاذ والده من الموت. بينما يتحدثون، يظهر جنود الكنيسة ويواجهونهم لمخالفتهم الأمر ودخولهم القرية المحرمة. يعلم الجنود أنهم ينوون حرق القرية بأكملها للتخلص من المرض، لكن دافلو يغضب ويشتم طريقتهم،
فيحاول الجنود مهاجمته، لكن الفريد يتدخل ويحميه. هنا يعلم الجنود أن الفريد فارس ويهددونه بإيقافه عن العمل. فجأة يظهر وحش عملاق لم يروه من قبل ويهاجمهم. يقطع موريس ذراع الوحش، لكن الوحش يستطيع تجديد خلايا جسمه وتنمو ذراعه من جديد. يستخدم ماريوس الزهرة ويلقي تعويذة على الوحش لتثبيته، وبالفعل تنجح الخطة ويتمكن الفريد من مهاجمة الوحش وقتله. بعد المعركة يضطر الجنود للرحيل بعد إنقاذهم من الوحش. يذهب دفلو إلى الكنيسة ويعبر عن إعجابه بفكرة الانضمام إلى فريق الفريد وموريس ومواصلة الرحلة معهم. ينتقلون إلى الكنيسة حيث يرون باب الفاتيكان وحارسه الذي يشبه الآليين، ويتحدث جورجو معهم. في الوقت نفسه كان الفريد وموريس وماريوس ودفلو في طريقهم إلى الكنيسة. يسأل الفريد ماريوس عن سبب عدم حبه للكنيسة ورفضه سماع كلامها، فيجيب أنه يعرف نواياها الشريرة وخططها لإفساد البلاد. يقطع حديثهم دافلو ليخبرهم أن هناك جثثا على الطريق، وعندما يذهبون لرؤيتها يكتشفون أنها لتجار. يشك الفريد أن قطاع الطرق قد هاجموا القافلة، فيبدأون بالبحث في العربات لعلهم يجدون شيئا. يكتشفون بنتين توائم مختبئتين في إحدى العربات، ويلاحظون أن البنتين لا يطيقان دافلو إلا أن الفريد يعاملهما بحنية. يطمئن الفريد البنتين ويقررون أخذهما معهم إلى المدينة. عندما يصلون إلى المدينة يسألون عن الحاكم فيجدونه قد هرب بعدما أخذ أموال الناس وتركهم. يقرر أهل المدينة تحويل بيته إلى كنيسة لعل حال البلاد يتحسن. يتهم الفريد الحاكم بالتخلي عن قريته، ويقررون البقاء في المدينة حتى الصباح. في الليل يذهبون إلى الفندق، وتقترب البنتان من الفريد وتنامان في حضنه على سريره، مما يثير استغراب الجميع. في اليوم التالي يكملون طريقهم نحو العاصمة. عند وصولهم يسلم الفريد البنتين لشخص يوصلهم إلى دار الأيتام، ثم يتوجه هو وموريس إلى الكنيسة لمقابلة جورج. عندما يقابلونه يسألونه عن سبب إرسال حراس الكنيسة للقبض عليهم، فيقسم جورج أنه لا يعرف شيئا عن الحراس. فجأة يدخل أحد الحراس ويخبرهم بوجود وحوش في الكنيسة، فيهرعون جميعا للتحقق مما يحدث. في الوقت نفسه نرى الجلاد يتحدث مع قائد جيشه ويرسل 2 للبحث عن شيء في العاصمة. في العاصمة يظهر الكثير من الوحوش حول الكنيسة. يدخل كاهن ليخبر الباب بما يحدث، ولكن يتبين أن البنتين اللتين ساعدهما الفريد هما من استدعاء الوحوش. كانتا قاتلتين يعملان لصالح الجلاد، ويدخلان لقتل كل من في الكنيسة. يسألان الباب عن شيء محدد يحتاجانه. في الخارج يحاول الفريد وموريس إيجاد طريقة لوقف الوحوش، لكنهم لا يعرفون كيف يفعلون ذلك بسبب العدد الكبير. فجأة يظهر فارس يقتل جميع الوحوش بضربة واحدة، ثم يدخلون الكنيسة ليكتشفوا أن البنتين اللتين كانوا معهما هما من كانوا على وشك قتل الباب لولا وصولهم في الوقت المناسب. فأخبروا الفرد أنهم كانوا يأتون إلى العاصمة ليحصلوا على شيء معين، ولكن عندما تعرفوا عليه في الطريق أحبوه وطلبوا منه أن يعود حتى لا يتعرض للأذى. لكن الفريد يبقى مترددا حول ما يجب عليه فعله، ويضطر إلى مواجهتهم لأن دوره هو إيقاف الشر. وعلى الرغم من هذا فإن البنتين كانتا أقوى منهم وفتحتا بوابات سحرية خرجت منها وحوش، لكن في تلك اللحظة تدخل الباب وحماهم وأزال الوحوش باستخدام الشيء المقدس الذي كان بحوزته. فأدركت الفتاتان أنه كان يخفيه، ولن تستطيع فعل شيء حتى يظهر تنين فجأة لإنقاذهم. الجميع خاف لأنهم يعرفون أن التنين هو أقوى الوحوش، ولن يستطيعوا التغلب عليه بسهولة. في تلك اللحظة يظهر حارس الباب الذي يشبه الآليين ويواجه التنين بنفسه. يتفوق الحارس بسهولة على التنين في عدة ضربات، وعندما يجد التنين نفسه محاصرا يأخذ الفتاتين معه ويهرب، لكن الفريد يلاحظ عينيه الحمراء قبل أن يذهب ويشك في أن هناك شيئا مشتركا بينه وبين الذئب. بعد فترة يصل الفريد إلى البيت ويعود لحالته الطبيعية، ويكتشف الجميع أنه إنسان عادي لكنهم لا يعرفون شكله الحقيقي.
ننتقل إلى مملكة هورتنس التي كانت قبل 6 سنوات تحت حكم الملك الذي قرر تقسيمها إلى مملكتين وعين عليها 2 من الحكام، كان من بينهما ليو الذي كان مختلفا عن البقية حيث ازدهرت مملكته في حكمه ولم يستطع أحد مواجهته. يظهر ليو واقفا مع الرجل الآلي ويقول إنه يجب أن يتحدوا للسيطرة على المملكة المجاورة، ويقررون منع أي شخص من إخفاء السحرة ومعاقبة المخالفين. نعود إلى الفريد وموريس وهما يجلسان مع جورج، ومن حديثهم نعرف أن الكنيسة منقسمة إلى كنيستين، كنيسة العاصمة التي يحكمها جورج وبقية الكنائس التي يحكمها البابا. يشك جورج في أن البابا يقوم بشيء من وراء ظهره، لكنه لا يستطيع مواجهته دون دليل، لذا يطلب من الفريد وموريس مساعدته، فيوافقون. ثم يذهبون جميعا إلى الكنيسة ويلتقون بمارغريت، وهي فتاة من أفضل القادة الذين قابلهم الفريد في حياته ولها علاقة قديمة معه. يحاول ديفلو التودد إليها لكنها تصده، فيخبرها الفريد بما قاله جورج. توافق مارغريت على مساعدتهم لكنها تطلب منهم الانتظار حتى تنتهي من مهمتها الحالية. يستغرب الفريد ويسأل عن السبب، فتخبره أن الجنود على الشاطئ رأوا سفنا تتجسس عليهم، وبرغم أن لديهم قوات كافية للتدخل إلا أنهم لم يفعلوا ذلك لتجنب الحرب. تطلب مارغريت من الفريد إبلاغ جورج بهذا، وتخبره بأنها تريد حماية المدينة كما كان والدها يفعل عندما كانت صغيرة، وتسترجع ذكرياتها معه وهو يعلمها المبارزة حتى أصبحت قوية. بينما يتحدثون، يلاحظون جنود الكنيسة وهم يهاجمون حانة ويأخذون فتاة منها. يستغربون مما يحدث ويسألون الجنود، فيعرفون أنهم يقبضون على السحرة والفتاة مشتبه بها. تدافع مارغريت عن الفتاة وتطلب من الجنود التحقيق جيدا، لكن يظهر الرجل الآلي ويمنعها، ويتهمها بالخيانة لأنها تدافع عن الفتاة. يأمر الجنود بإخبار الناس أن من يدافع عن ساحر سيتهم بالخيانة. يغضب ديفلو ويهاجم الجنود، ويخبرهم أن من يلمس الفتاة سيواجهه. ينضم ماريوس أيضا لأنه مستاء من الكنيسة. يقف الاثنان في وجه الجنود، وعندما يرى الفريد هذا يقرر إخراج سيفه والانضمام إليهم، لكن الرجل الآلي يحذره من عواقب الخيانة. تطلب مارغريت من الحراس أخذها معهم لتجنب تورط الفريد ورفاقه في شيء لا ذنب لهم فيه. فجأة يظهر التنين مرة أخرى ويهاجم الأسطول في البحر. يعلمون أن قوات كاميليا قررت الهجوم عليهم، فيتجمع الجميع للدفاع عن المدينة. تطلب مارغريت من رجالها الهجوم وتبدأ معركة شرسة بين المملكتين. ينضم موريس والفريد للمعركة، حتى يظهر قائد الجيش ويواجه مارغريت التي تتذكر أنه نفس الشخص الذي قتل والدها سابقا. تكون مارغريت مصممة على الانتقام منه، وخاصة أنها خسرت أمامه المرة الماضية. يهجم الجميع على القائد بكل قوتهم، وفي الوقت الذي يظهر فيه التنين في السماء، ينسحب الجنود وراءه، ويخبرهم القائد أنه سيعود مرة أخرى. بعد ذلك، يقبض الرجل الآلي على مارغريت مرة أخرى، ويقرر الفريد التدخل ويدافع عنها، مستغلا أنها دافعت عن المدينة. يقنع الرجل الآلي بأنه إذا كانت مارغريت خائنة لما كانت حاربت معهم، ويطلب منه تحريرها حتى يتم التأكد من خيانتها. في الليل، نرى مارغريت تتحدث مع الفريد وتشكره على مساعدته، وتقول له إنه إذا احتاج مساعدتها في أي يوم، فلا يتردد في طلبها. يسألها عن الأسطول الذي يظهر في كل مرة وهم يحاربون، ولماذا لا يستطيع استخدام سيفه لقتل أحد، ويتساءل عمن يمكنه قتاله بالسيف. في نفس الوقت، كان قائد الجيش في السفينة يتحدث مع فتاة تدعى أديل التي لا تعرف قدراتها جيدا ولا تعرف من يجب أن تهجم عليه أو كيف. يبدأ القائد في التفكير في خطة الجديد، الذي لا يفهم هو بالضبط ما يريده، لكن كل ما يعرفه هو أنه يريد بقاء البلد مقسمة إلى مملكتين لأن ذلك في صالحهم. في الوقت نفسه، كان ماريوس واقفا على الشاطئ يتحدث مع نفسه، غير فاهم لما يحدث ولماذا تهدم جميع هذه الممالك عليهم. بينما يظهر الفريد وموريس ويخبرونه أن هناك فتاة تدعى ماربل ظهرت فجأة والجميع يحترمها ويستمع إليها، وهم لا يعرفون عنها أي شيء. في هذا الوقت، تنتقل القصة إلى ماربل التي من المفترض أن تلقي كلمة لشعبها. لم يكن أحد يعرف شكلها،
لذلك كانوا ينتظرونها بفارغ الصبر. عندما تظهر، نلاحظ أن موريس والفريد يقفان مع الناس ومعهما ماريوس الذي يتضايق منها لأنها تتصرف بشكل غير لائق. ولكن ماربل تبدو مرحة وتتعامل مع الشعب وكأنها في لعبة، حتى أنها تقدم لهم رجلا آليا هدية ليلعبوا معه. في هذا الوقت، يتضايق ماريوس كثيرا ويقرر البحث عن حل لجعل ماربل تتصرف بطريقة أكثر جدية. في الليل كانت ماربل جالسة في غرفتها، فدخل عليها أشخاص ليخبروها بأن الكنيسة تتهمها بإيواء السحرة عندها وأنهم قادمون للقبض عليها. كانوا مضطرين لإيجاد حل قبل وصول الحراس. عرفوا أنهم سيذهبون إلى العاصمة ليوقفوا الحراس قبل خروجهم، لكن ماربل لم تكن ترغب في ذلك خوفا من نشوب حرب كبيرة بسببها. ننتقل إلى التوأمتين اللتين كانتا تحبان الفريد. كانتا تخططان للقبض على الأميرة والرجل الآلي للعودة بهما إلى القلعة. لم تكن تشعران بخطورة الموضوع، لكنهما قررتا أنه إذا رأتاهما ستأخذانهما معهما. نعود إلى مارفل، حيث دخل عليها الفريد ومعه موريس وماريوس للتحقيق معها، خصوصا بعد اتهامها بتقليد دور الأميرة وهي في الحقيقة أميرة مزيفة. سألها الفريد عن اسمها الحقيقي ولماذا قامت بذلك، فأجابتهم أن اسمها ماري وأنها كانت تلعب دور الأميرة والفارس مع صديقها جيم عندما كانت صغيرة. في أحد الأيام، أخذها جيم إلى الحانة في وسط المدينة وكان يعاملها كأنها ملكة حقا. رأى الناس فيها أملا جديدا وسط المعاناة والضرائب الباهظة التي كانوا يدفعونها للكنيسة والعقوبات الكثيرة المفروضة عليهم. سألهم الناس إذا كانت هي الأميرة الحقيقية، فقرروا تهدئة الناس والوقوف بجانبهم، ومنذ ذلك الحين أصبحت تعرف بالأميرة الضائعة. انتشر خبر عنها بأنها تقود ثورة ضد الكنيسة، وكان ذلك ضدها وليس في صالحها. لم يكن بإمكانهم فعل شيء سوى الاختباء حتى لا تتمكن الكنيسة من القبض عليها. كانت تستغل دعم الشعب وحمايتهم لها. أخبرها الفريد أنها كانت ساذجة عندما ظنت أنها يمكن أن تتكيف مع الظروف، لكنها ورطت نفسها في مشكلة كبيرة لن تستطيع الخروج منها بسهولة. طلب منها أن تخبر الناس الحقيقة حتى يقفوا بجانبها. تدخل ماريوس معترضا على رأي الفريد، معتبرا أن ظهورها قد أعطى الناس أملا جديدا، وأصر على عدم كشف اسمها الحقيقي. الفريد أفاد بأن الحقيقة ستنكشف عاجلا أم آجلا، وفجأة دخل جيم صديق ماري، وعندما وجد الفريد والباقين عندها ظن أنهم يهاجمونها، وهاجمهم لكنه لم يكن قادرا على التغلب على قوة الفريد. أخبره الفريد أنهم لا يستطيعون إخفاء هويتهم الحقيقية لفترة طويلة. في الوقت نفسه، كانت ماري وماريوس قد وصلوا إلى كهف داخل الجبل، حيث بدأت ماري تحكي قصة حياتها، كاشفة أنها كانت يتيمة منذ صغرها وأن جيم كان يهتم بها ويحميها دائما. عاشت معه على وعد قطعه لها. جيم كان يروي لألفريد وموريس كل ما حدث، مشيرا إلى أنهم قرروا مساعدة الشعب وإعطائهم أملا جديدا دون التفكير في العواقب. قررت ماري أن تخبر الناس الحقيقة، وفاجأها جيم باتخاذه نفس القرار، مؤكدين أنهم لا يريدون العيش في وهم. اجتمع الناس في الليل ليستمعوا لماري، وعندما كشفت الحقيقة شعر الناس بالخيبة والغضب. فجأة تحرك الرجل الآلي والذي اكتشفنا أن التوأمتين كانتا تحركانه، وفتح بوابات سحرية أخرجت وحوشا هجمت على الناس. اعترف جيم الماري بأنه كان مخطئا عندما ظن أن كذبة بسيطة قد تجعلها سعيدة، وأكد أنه من اليوم فصاعدا سيعيش ليجعلها سعيدة. انضم الناس إليهم وقرروا الدفاع عن ماري حتى النهاية. فجأة كان الرجل الآلي سيسقط على ماريوس، لكن الصخور تحركت وحمته. تعجب الجميع مما حدث ولم يفهموا لماذا تحرك الجبل لحماية ماريوس. قررت التوأمتان الاختفاء من المكان بسرعة قبل أن يلاحظهما أحد. في اليوم التالي قرر الفريق العودة إلى العاصمة بعد حل لغز الأميرة وإعادة كل شيء إلى طبيعته. قبل مغادرتهم، طلبت ماري من ماريوس البحث عن الأميرة الحقيقية وإظهارها للناس، لكنها لم تكن تعرف أنها تتحدث مع الأميرة الحقيقية. ضحك ماريوس وأخبرها بأنه سيجدها يوما ما. تابع الفريق طريقه حتى وصلوا إلى قرية، وهناك توقفت أخت الفريد لشراء بعض الأعشاب،
لكن الأسعار كانت مرتفعة جدا. نادت على الفريد ليتحدث مع البائع، وعندما سأله عن السبب، أخبره الرجل أن كل شيء أصبح غاليا بسبب نقص البضائع، وأنه مضطر لرفع الأسعار ليتمكن من إعالة عائلته. طلب الفريد من البائع أن يبيع بالسعر القديم، ووعده بحل مشكلة التموين. هتف الناس باسم الفريد، مشيرين إلى أنه يشبه والده فرناندو. عندما وصلوا إلى الفندق الذي سيقيمون فيه، قرر الفريد الذهاب إلى قرية كوكون بعد سماعه شائعات عن وجود وحوش كثيرة هناك. رافقه ديفلو ليرى ما يمكنهم فعله وللاطمئنان على الناس هناك. رغبت أخت الفريد في الذهاب معهم، لكنه رفض وأخبرها أن الطريق طويل ومليء بالمخاطر، وطلب منها الانتظار حتى يعودوا. كانت قرية كوكون مشهورة بزراعة الأعشاب الطبية، لكن بسبب المشاكل أصبحت الأعشاب نادرة ومرتفعة السعر. أراد الفريد حل المشكلة بسرعة ليستطيع الناس العلاج. عندما وصلوا إلى القرية، فوجئوا بوجود حراس على حدودها يطلبون منهم العودة. أدرك الفريد من شكلهم أنهم جنود ذو الكنيسة واضطروا للرجوع. ديفلو لم يرضى بذلك وأخبرهم أن القرية لها طرق متعددة غير الطريق الرئيسي، وأخذهم عبر الغابة حتى وصلوا إلى القرية ووجدوها سليمة بلا مشاكل. قابلوا أحد السكان وسألوه عن ما يحدث، فبدأ الرجل يروي لهم قصة القرية. الكنيسة وصلت إلى القرية قبل 2 ووضعتها تحت الحظر بحجة أنها ستكون تحت سلطتها، وأقاموا نقاط تفتيش على حدودها، ومنعوا أي شخص من الدخول واستولوا على كل شيء فيها. بينما كان الرجل يكمل القصة، ظهر لهم كاهن الكنيسة السابق، الذي أصبح الآن جنديا في الجيش، وطلب من الرجل التوقف عن الحديث. دفلو كان يريد أن يهجم عليه، لكن الفريد منعه. أدل عرفهم بنفسه جيدا وقال لهم إنه كان يعمل في نفس القرية التي انتشر فيها الطاعون، لكنه لم يستطع فعل شيء وأن الكثير من الناس ماتوا، فشعر حينها بالذنب وقرر أن يكفر عن ذنوبه. لذلك جاء مع الجيش إلى القرية هنا وقرر أن يعيش بعيدا عن الناس، وأخذهم معه ليحكي لهم قصة القرية. وفي الطريق سأل دفلو إذا كان يعرف الكاهن الذي تحدث عنه، وكان يقصد والده. بدأ أدل يحكي له كل ما يعرفه عنه، فتأثر دافل لكنه تماسك وأشار لهم إلى مستشفى القرية، حيث وجدوها تحت حراسة مشددة. أدركوا أن الكنيسة تقوم بشيء كبير داخلها. في ذلك الوقت أخبرهم أدل أن الطاعون لا يزال موجودا وأن الكنيسة تقوم بتجارب على الناس داخل المستشفى لمعرفة أصله. كانوا يقبضون على أي شخص ينشر الموضوع، وأصبحت الأمور سرية للغاية، حتى أنهم كانوا يجرون التجارب على الناس بشكل صعب، وكان أدل يفكر في تحريرهم عدة مرات لكنه لم يستطع بمفرده. طلب منهم مساعدته في تحرير الناس وأخبرهم أن هناك ماسورة مجاري يمكنهم الدخول منها. لكن قبل أن يتحركوا، أوقفهم الفريد وقال لهم إنه يجب أن يبلغ جورجو بكل ما يحدث أولا. استغربوا من تراجعه في قراره بسهولة، لكنه أراد أن يوضح لهم أن الكنيسة ليست سهلة وأن قوتها كبيرة. تذكروا الفريد عندما كان الرجل الآلي يهدده وعرف كم كانت قوته صعبة. لكن ماريوس لم يرضى بتركه وجره غصبا عنه ليدخل معهم إلى المستشفى. بدأوا بالتسلل داخل الماسورة، لكن ماريوس تعثر وسقط على الأرض. سألوا الفريد عن سبب خضوعه، فأخبرهم أنه يخشى على شعبه من عقاب الكنيسة، خاصة أنه قائد للشعب ولا يستطيع أن يتركهم. ووقوفه ضد الكنيسة يعني التنازل عن دولته وشعبه، ومن حق الكنيسة أن تفعل بهم ما تريد. أدرك الجميع أن الفريد يفعل كل ذلك من أجل شعبه ولا يريد إظهار قوته الحقيقية حتى لا يخسر كثيرا أمامها. قرروا الاستمرار في طريقهم، لكن فجأة ظهرت عليهم زومبي. قاتلوا الزومبي واحدا تلو الآخر حتى قضوا عليهم. لاحظ ديفلو أن الزومبي ليسوا مثل الذين رأهم في القرية، مما يعني أن هناك شيئا غريبا يحدث أو أن هناك أنواعا مختلفة منهم. استمروا في طريقهم حتى وصلوا إلى غرفة تشبه المخزن مليئة بجثث الناس، وبعضهم كانوا أحياء ولكن في حالة سيئة جدا. عندما حاولوا معرفة هويتهم، اكتشفوا أنهم ليسوا مثل الناس الذين كانوا في القرية. سمعوا صوت أحد قادم من الخارج فهربوا ليختبئوا، لكن الحارس دخل قبل أن يخرج دفلو وبدأ بضربه.
في تلك اللحظة ظهر الطبيب وتحدث مع الحارس وأمره بمهاجمة ديفلو وقتله. استمر ديفلو في ضرب الحارس عدة مرات، لكن الحارس لم يتأثر. الجميع استغرب مما يحدث. سأل ديفلو الطبيب عن ما فعله بهؤلاء الناس، فأجاب الطبيب بأنه ينفذ أوامر البابا، وأعطاهم جرعة علاج جعلتهم لا يشعرون بشيء، مما مكنه من إجراء التجارب عليهم. عندما سمع الفريد ذلك، أراد مساعدة ديفلو، لكن ديفلو رفض وطلب منهم المغادرة وأنه سيكمل مهمته بمفرده. هاجم الحراس جميعهم، لكن الحارس كان قويا جدا، أمسك ديفلو وضربه بالأرض. تدخل ماريوس لمساعدة ديفلو، فأدرك الفريد أنه قادر على مواجهة خوفه، فتدخل هو أيضا لمساعدتهم وتحمل نتيجة قراره. نزل الفريد ضربا على الحارس العملاق حتى اسقطه على الأرض وقضى عليه. كان سيقبض على الطبيب، لكن فجأة ظهر الرجل الآلي وأمسك بالسيف منه. علموا أن كل ما يفعلونه بأمر من البابا. قال الفريد: حسنا، سنقبض على الطبيب الآن حتى نواجه البابا، لكن الرجل الآلي لم يسمح له وأخذ السيف منه وضربه على الحائط. هاجم أيضا ديفلو ماريوس، مما أغمي على ماريوس. اتهم الرجل الآلي ماريوس بأنها ساحرة وقبض عليها، وأمر رجاله بالقبض على الفريد لتعاونه معها. ترى ماذا سيحدث لهم؟ سنعرف ذلك في الجزء القادم. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك.